ينضم إلي الآن من العاصمة التونسية المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق. أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. أستاذ عبد الله، ما الذي حصل في البرلمان؟ ما هي ظروف وتفاصيل هذا التعديل؟ نعم، مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين الكرام. طبعا نشر مجلس النواب وإصدار التعديل الدستوري الثالث عشر الذي تم وفق الإجراءات القانونية، يعني هو الأمر ليس أقر هذا التعديل الدستوري الثالث عشر بعد مناقشته ومداولته تحت قبة البرلمان، وأيضا قام بإصداره وفقا للإجراءات القانونية ووفقا لما تنص عليه التشريعات النافذة أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. ما ضمن إجراءات قانونية، أعضاء أو على لسان أعضاء في مجلس الدولة قالوا إنه هذا التعديل باطل، منهم من قال إنه هذا التعديل لا قيمة له. لا على الإطلاق تماما، لأنه وفقا للإعلان الدستوري ووفقا أيضا حتى للاتفاق السياسي فإن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المناط بها إصدار التشريعات في البلاد. مجلس الدولة مجلس استشاري، حرص مجلس النواب أن يكون دائما هنالك في توافق أو تحقيق توافق في أي إجراء يتم اتخاذه. بالفعل مجلس النواب بعدما أقر التعديل الدستوري الثالث عشر قمنا بإحالته إلى مجلس الدولة، ومنحنا مجلس الدولة فرصة من أجل تحقيق التوافق حول تعديل الدستور. لكن لم يتم التوافق أستاذ عبد الله. لكن في جميع الأحوال فإن وفقا للاتفاق السياسي فإن مهمة المجلس الدولة هو مجلس استشاري، أما مسألة قانونية إصدار التعديلات الدستورية فهي من صلاحيات مجلس النواب. لكن يعني أيضا القول الموجود أنه حتى يصبح هذا التعديل نافذا يجب أن يحظى بتوافق ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ثم يصوت النواب على ذلك، ويجب أن يكون التصويت بأغلبية الثلثين. لا، هذا الكلام غير صحيح تماما، غير موجود هذا الكلام ولا صحة له. مجلس النواب أحال أو يحيل هذا أو أحال التعديل الدستوري الثالث عشر لمجلس الدولة من أجل أن يتم أو يبدي رأيه من أجل تحقيق توافق، لكن الأمر يعني تجاوز الأسبوع دون ما أن يتم أي إجراء في هذا الصدد. فالأصل هو أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد وفقا للإعلان الدستوري، وهو دستور ليبيا المؤقت، وكذلك وفقا حتى للاتفاق السياسي لمجلس الدولة أن يبدي رأيه. حرصنا على أو حرص مجلس النواب على تحقيق التوافق، أحيل هذا المشروع أو عفوا أحيل التعديل الدستوري بعد أن تم إقراره والتصويت عليه في مجلس النواب، ولم يصلنا رد أو لم يتخذ مجلس الدولة إجراء في ذلك. فمجلس النواب اتخذ قراره بنشر التعديل الدستوري الذي أقر سلفا من مجلس النواب. طيب يعني أستاذ بلاحق، إلى ماذا استند أو ارتكز مجلس الدولة بمهاجمة هذه الخطوة أو هذه الإجراءات أو هذا التعديل من قبل مجلس النواب؟ هو طبعا مجلس الدولة يعني حاول خلال الأسبوع هذا الأسبوع الجاري الذي نحن في نهايته اليوم، حاول عقد جلسة وتعرض لكثير من الضغوطات، لكن يعني لست مخولا أو بصدد التحدث عن مجلس الدولة. كان مجلس الدولة ينوي البت في هذه الضغوطات ممن يا أستاذ بلاحق؟ طبعا مثل ما أسلفت ذكرا، لا أريد أن أعلق حول مجلس الدولة أو ما يجري فيه، لكن كان هنالك في جميع وسائل الإعلام مظاهرات يعني اقتحمت مقر مجلس الدولة يوم الاثنين والثلاثاء، وكذلك أجلت الجلسة إلى يوم الخميس. يعني لكن في جميع الأحوال الأوضاع في البلاد أو الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون وينتظره أيضا حتى المجتمع الدولي يتطلب أن يتم اتخاذ إجراءات من قبل مجلس النواب وفقا لصلاحياته القانونية والتشريعية، والتي أؤكد بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة التي يناط بها إصدار القوانين وكذلك التعديلات الدستورية.
لكن يعني في الوقت الحاضر استاذ بلاحق، انت تعلم انه يعني هناك انسداد سياسي في البلاد. هل هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان من شأنها ان تعالج هذا الانسداد؟ طبعا مجلس النواب حريص دائما مثل ما أسلفت ذكرا من أجل معالجة أي انسداد، تحقيق توافقات والمضي قدما بهذه المرحلة. لكن دائما في حال تأخر اتخاذ الإجراءات، خاصة فيما يتعلق الأمر بالاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة أو المضي قدما في الوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فإن مجلس النواب أي تأخر يحسب على مجلس النواب خاصة من الشعب الليبي باتهامه بالتقاعس. لكن مجلس النواب وفقا للقانون ووفقا للتشريعات اتخذ قراره، حرص على تحقيق التوافق وأصدر التعديل الدستوري وفقا للإجراءات القانونية. واسمح لي يعني مسألة العاجل الذي يظهر أمامي في مسألة وجود ضغوط على مجلس الدولة حالة دون التوافق عليه، يعني هذا أمر يعني أتمنى أن يتم تعديله، لأني لا أريد أن أعلق على ما يحصل في مجلس الدولة من خلال ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام. مجلس الدولة هو يعني المناط به التعقيب على ما يجري به أو ما يتعرض له سواء من ضغوطات أو غيره. هي يعني مجرد توصيفات تطلق أستاذ بلاحق على الحال. يعني في النهاية هناك كيانان، مجلس الدولة ومجلس النواب، وهناك استشارات ومفاوضات وعملية تجميد سارت، وتصريحات قيل إنه سوف تؤدي إلى حلول وتم التراجع عن ذلك. بالتالي هي كلها توصيفات. لكن خليني أسألك عن الخطوة اللاحقة. الآن تم إدراج هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ماذا بعد؟ نعم، قبل ذلك اسمح لي أن أعلق أيضا على ما تابعته يعني منذ لحظات عبر شريط العربية الحدث في مسألة تأجيل أو مسألة الترشح أو شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتأجيل هذه النقطة إلى مرحلة قادمة بعدم وجودها في التعديل الدستوري. يعني حتى هذا الأمر غير الدقيق، لأن شروط الترشح موجودة في القوانين التي أصدرها مجلس النواب، وأقصد هنا قانون انتخاب الرئيس وقانون الانتخابات الرئاسية، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب الجديد. هذه الشروط موجودة في هذه القوانين وهي سارية المفعول إلى هذه اللحظة ولم يتم إلغاؤها. وحتى في الفترة القادمة إذا ما صدرت قوانين فإن شروط الترشح تكون في هذه القوانين، بمعنى أنها لا نحتاج أو أن تكون موجودة في الدستور أن يتضمنها التعديل الدستوري الثالث عشر، سوف تكون مدسترة بهذا الشكل لكن الأمر الصحيح القانوني هو أن تندرج شروط الترشح تكون موجودة في القوانين الانتخابية وليس في الدستور نفسه. على العموم هذا كان سؤالي اللاحق. جاوبني الآن على سؤالي الآن، ما هي الخطوة المقبلة أستاذ بلاحق؟ نعم، الخطوة المقبلة مجلس النواب الآن أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يرسم المرحلة الانتقالية القادمة، سواء فيما يتعلق في السلطات المختلفة، مجلس الأمة وما يتضمنه من مجلس نواب ومجلس الشيوخ، أيضا الرئاسة، صلاحيات رئيس الدولة، رئيس الحكومة، صلاحيات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وكذلك صلاحيات مجلس الأمة. الخطوة القادمة أن يكون هنالك جهد سواء من الأطراف المحلية في البلاد أو من جميع المعنيين بالشأن الليبي دوليا من أجل أن يتم تنفيذ المرحلة القادمة والمضي قدما في إجراء الانتخابات، لأن الكثير كان يعني يتحجج بعدم إجراء الانتخابات خلال الفترة الماضية بعدم وجود قاعدة دستورية وتنظيم للسلطات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بعلاقة السلطات ببعضها وصلاحيات رئيس الدولة. الآن مجلس النواب أنجز هذا الاستحقاق الذي انتظره الجميع. هنالك الآن قاعدة دستورية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر،
ترسم جميع ملامح المرحلة الانتقالية القادمة، ليكون هنالك دفع محلي ودولي من أجل إجراء الانتخابات، وهو ما يتمناه وهو مطلب لكل الليبيين. لعلي أستثمر فرصة وجودك أستاذ بلاحق، يعني يتزامن مع ذلك اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية في واشنطن. ما هو المؤمل من هذا الاجتماع، خاصة وأنه يعني سوف يدلي باتيلي بكلمة من شأنها أن توصف الحال في ليبيا وحال الانسداد السياسي بين الفرقاء الليبيين؟ المأمول من هذا الاجتماع وأي جهد دولي أن يكون هنالك نية صادقة وخالصة من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مثلما يعني يصرح به جميع الأطراف سواء المحلية أو الدولية قبل اليوم أو قبل إصدار التعديل الدستوري 13. كان هنالك مطالبات حثيثة من كل الأطراف سواء محليا أو دوليا بإنجاز القاعدة الدستورية، على مجلس النواب أن ينجز قاعدة دستورية. اليوم لدينا قاعدة دستورية ولدينا رسم للمرحلة القادمة، فبالتالي يجب أن تكون هنالك نية صادقة ودفع كل الأطراف المحلية والدولية من أجل إنهاء هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال، ومن الناحية القانونية ومن الناحية التشريعية مجلس النواب أنجز ما هو عليه، ونأمل أن يتم المضي قدما في إجراء الانتخابات قريبا. أستاذ بلاحق، يعني ما رأيك يعني فيما يقوله بعض المراقبين بأنه أي جهد دولي لن يؤدي إلى نتيجة وإلى معالجة المأزق السياسي في ليبيا إن لم يكن الحل مقترنا بحوار ليبي؟ هو بكل تأكيد الحل يجب عفوا أن ينبع من الداخل، من الليبيين أنفسهم، من كل الأطراف. تسلم عزيزي، لكن الجهد الدولي أو الأطراف الدولية بيعلم الجميع بأن لها دور في ليبيا، وبأن بإمكانها مساعدة الليبيين والدفع بكل الأطراف من أجل المضي قدما في إجراء الانتخابات. الدور المحلي أو الداخلي أكيد هو الأساس، لكن حتى المجتمع الدولي والأطراف الدولية لها جهودها في الوصول بالليبيين إلى الانتخابات التي يريدونها في أقرب وقت ممكن، خاصة بأننا يعني تجاوزنا مدة طويلة ونحن ننتظر والشعب الليبي هذا الاستحقاق الانتخابي. شكرا جزيلا. إذن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بلاحق.